السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بقصص جديدة. اكتشفت باللي شريك حياتي فيه مرض نفسي. كنتمنى تشوفوا هذا الفيديو القصص وتديو العبر منه. بعد الزواج اكتشفت باللي شريك حياتي مريض نفسي. موضوعنا اليوم في قصة تنوجدوا بان واحد النسبه مهمه توصل حتى ل 50%، يعني 47 48% من المغاربه اللي كيعانيوا، يعني جل الاسر المغربيه فيها هذه المعاناه، وخصوصا ملي تكون في واحد من شريك الحياه. رقم خطير بطبيعه الحال، وتيدل على الموضوع ديال الحلقه اليوم هو انه دائما غادي يكون واحد من بين الازواج غيكون عنده واحد المشكل نفسي. هي كاين جوج ديال القراءات. ملي كتكون عندنا واحد الاستعداد نفسي للدخول في غمار واحد العلاقه زوجيه اللي فيها واحد الشريك مريض، تتكون اضرار اللي بغينا نقولوا النفسيه ديال الشريك الغير المريض اقل من اننا ندخلوا في واحد العلاقه زوجيه عاد نكتشفوا بوجود المرض. هادو جوج ديال القراءتين مختلفتين تماما، لانه الا عرفت انا شريك الحياه ديالي عنده واحد المرض نفسي وعرفتو تياخذ الادويه ومتبع ولا شنو سميه المرض ديالو، هذا تندخل وانا مستعد لهذه العلاقه هذه. من اجل شنو؟ من اجل المتابعه الصحيه، من اجل الاهتمام، من اجل العنايه، حتى انك تتولي تتفهم حتى السيكولوجيا ديالو، امتى غيتعصب، امتى ما يتعصبش، امتى غيسكت وينغالق على ذاته. اذا كيف ما قلتي تتفهموا. منين تتكون العلاقه الزوجيه داخلين فيها في اطار اننا انت تخبي وانا تنخبي وتنخليو الايام، المرض النفسي كيتخبى في المجتمع ديالنا في غالب الاحيان، لانه الدلالات الاجتماعيه والابعاد ديال التمثلات الاجتماعيه عند المغاربه في المرض النفسي هو واحد المرض اللي مسكوت عنه، هو واحد المرض اللي احيانا ربما تتكون العلاقه الزوجيه بالنسبه للاسره الاولى اللي تحتضن هذاك الشاب قبل ما يتزوج ولا هذيك الشابه هي واحد الفسحه. سنوات مثلا لا تزوج في 30 عام تيقول لك 30 عام وحنا تنعانيو معاه وبالمرض ديالو، تهناو من المريضه ديالو منه تنعطيوه هكذاك ولا تنتهناو منها وتنعطيوها. ولكن الامر تيكون مختلف ملي تنوليو نعيشوا داخل البيت مع واحد الانسان مريض واللي ما تنفهموش بان السلوك اليومي ديالو ينبع من المرض النفسي اللي هو تعيش. اذا هذا الشيء بالضبط اللي غادي نعرفوا التفاصيل ديالو مع القصص ديال الناس اللي معنا اليوم. السي فيصل شكرا لك. فاطمه نبدا معك القصه ديالك. تزوجتي بحال بزاف ديال تزوجتي صغيره عندك 17 عام. في الاول كان الراجل عادي ظريف ولد الناس مزيان معاك انت مزيانه معاه، ولكن مع المده بدات كتبان لك باللي الراجل تبدل عليك، بداو تيبانوا شي سلوكات وشي حويجات انت ما موالفه. عاودي لي بالضبط شنو بدا تيبان. كيدخل في الشك. تيشك فيك. اييه الشك. شحال باش بدا تيشك فيك مثلا؟ واش هو في العام الاول من الديبار يعني منين بديتوا عارفه مشكاك؟ منين تزوجت به ما نمشي عند عائلتي، ما نمشي للسواعي الا كاينه في عائلتي ولا اختي ولدات اختي ما نمشي، ولدات اخويا ما نمشي. من وعلاش كيشك فيك؟ علاش خداك الا كان تيشك بحال الوسواس؟ بحال الشك بحال الوسواس. ايه وسواس. صافي انا صابره داكشي. هو ماشي من قبيلتنا، جا قال راه كان في الخارج عطاني انا على 17 عام وهو عنده 36 عام ديك الساعه. انت ما عارفاش انت ما عارفاش ومشيت وصافي ولقيت ما كنقدرش كاع نهضر. باش واخا في الاول كان كيديني فين ما بغيت، وكان ملي كيدوز معايا شهرين في العام. علاش فين كان خدام؟ هو في فرنسا. ملي خداني قال لك هذا العام غنصاوب لك الوراق نديك. هكذاك انا بعيد عليك وكيتكرفس عليك. انا ما فاهماش. قالوا لي الناس هذاك الشيء غتشرطيه معاه على في سميتو، فانا ما عارفاش. ملي مشيت ندير العقد راه ما قدرتش كاع نهضر قدام العدول. وانت كنتي دريه ديال 17 عام، يعني اللي جوجك هو اللي خصو اذا كانت العصا فاطمه وكان الشك الغيره الوسواس كاع هذا الشيء، انت ديك الساعه قلتي هذا مريض ولا شنو قلتي في راسك؟ دابا داك الشيء في الاول راه كان عادي. حكام هذا غير حكام في الاول غير حكام. ولكن مؤخرا ولا مريض. مؤخرا ولا مرض؟ داك الشيء كثر. كيجي عندك مره في العام؟ اللي كيدوز معايا شهرين في العام، 15 شهر و15 يوم. وهذاك الشهر اللي تيكون الراجل غايب في عوض ما زعما يجي مراته موحشها ويتهلا فيها، هو تما تيجي ينتقم منك. علاش؟ كيسمع شي حاجه من الناس ولا شنو؟ لا كاينش داك الشيء طبيعه فيهم كاملين، لا هو لا خوه. داك الشيء سلاله عندهم. اصلا هكاك. خوه الصغير لا ما فيهش داك الشيء. اذا هكذا تيتعاملوا خوتو مع عائلاتهم. اخوه الكبير تعامل عليه شتنا تعامل مع المراه بحال هذا الشكل. دابا 4 سنين هذه كيدير الدواء، داوه للطبيب النفساني ولا سكت، هو ما بغاش يمشي للطبيب. اذا انت قلتي ولا كيهددني، ولا دابا باش غنخرج خرجت ولا كيهدد.
واحد النهار كيمشي كيجيب المقده ديال اللحم، قال لك هذه غنفصلك بها. المهم داك الشيء. عندك ولاد معاه؟ عندي بنت راه عندها 35 عام، راه والده ولدها. عايشه حتى هي، عاشت معاك هذه المعاناه؟ لا، هذه القهره وثمن عاشت هي راه معصبه ومريضه. معلوم. انت ما قلتيش شي نهار بلي هذا عنده مرض نفسي؟ ولا قلتي؟ قال لك لا انت اللي مريضه. كتقولي لي انت مريض؟ يلاه تمشي للطبيب. النهار ملي مشيت في شهر 10 2014 اللي خرجت من الدار ومشيت عند اختي، جا قال له دير هاد المراه حمقى. قال له شتي دابا؟ قال لي انت اللي حمقى. وداك الشيء غادي وتيزيد وتيتطور وتيكبر. انا دابا باش دايره مشيت درت الشكايه. كتمشي الشكايه كندفعها للوكيل، كتوصل نتوما على هذا التهديد. واش وصلنا؟ واخا فاطمه مازال زين بحال انت بحال فاطمه وبحال بزاف ديال العيالات وبزاف الرجال، والعلاقه الزوجيه في المجتمع ديالنا اللي كتبدا في الاول زوينه وكتبدا البدايات انت مزيانه وهو مزيان، ولكن غير شي شويه كيبداو يبانوا الديفويات لا في الراجل ولا في المراه. انت خديتي راجل متدين وعند بالك صافي هذا الراجل اللي غيحافظ عليك وهذا ما غتكملي حياتك، ولكن ماشي ما لقيتيش في الظن ديالك. لا ما لقيت والو. اشنو لقيتي؟ دابا انا اول مره بصراحه انا اللي بغيت نلتزم راسي وندير الحجاب على انني ناخذ راجل ملتزم. لا هذا اختيار ديالك. لا مثلا سألت ليه هو يكرمني زعما يتقي فيا في وجه الله. ساعه لقيت العكس. انني اول مره بعدا فين جا خداني تشوفي تقولي هذا هو الراجل ملتزم بلحيته بالقميص ديالو بالكلام ديالو. صافي انا تغريت بقوه انني دغيا درنا العرس، درنا ضريبه الصداق، درنا كل شيء دغيا. وفين مشيت للدار عنده عروسه ورحت لقيت حاجه اخرى. اول حاجه بعدا مو جات قال له لو انت عروسه بديتي كتكتشفي. اكتشفت ان خواتاتو داك الشيء مطرفين، ما تيهضر لا مع خواتاتو لا مع خوتو. علاش مالهم؟ مقاطع معاهم. هو قال لي كلام خور، هو قال لي انهم هما متبرجات ودي. علاش انا ما يمكنليش انا نتصاحب مع داك النوع. بغاو يتحجبوا واخا. ساعه اكتشفت انه ماشي داك الشيء، هو انه السبب هو انه فيه المشكل، هو انه خايب وقبيح ومعاملته خايبه. ما كاين بصراحه اكفس المعامله. صافي وليت قلت حاورت مع اختو قلت لها علاش انتم شنو اساس داك الشيء مشكل؟ ما بغيتش نقول لها راه راجلي قال لي راه نتوما علاش هكا. هي تقول لي هذاك راه 14 عام ما كنشاركوا معاه كاع الماكله، معزول بوحدو، درت لي بوحدو السكنه ديالو. انت ما سولتيش النهار الاول انا بصراحه حيت انا شفت علاش كنقولوا في ثقافتنا في مجتمعنا راه ماشي المراه كتزوج بالراجل، راه العائله ديال المراه مع العائله تعرفوا شي تيمشي عند شي وكتطولوا شويه العشره. علاش ربي دار الخطوبه وانتم متدينين؟ خطوبه ماشي دقه بطله. وحنا قلنا زعما هو متدين وهذه ما يمكنش يخرج فيه هذاك العجب. العجب اذا نخرج العجب. صافي ولا السيد فيه الوسواس. ولا بعد انا فين نخرج عيني ما تيبانوش، يدي فيهم الكحل، كلشي لابسه الكحل. في الدار داير لي الخاميات في الزرق باش ما يبانش شنو كاين لداخل. ما تطليش ما تسلمي على حد. فين بغيتي تخرجي نديك انا ونجيبك انا. ما كاينش هذا شك. هذا الوسواس. شنو هو شك وسواس؟ شنو المرض؟ ما فهمش هذا الشيء. هو مرض. ما يمكنش يكون شي واحد طبيعي يكون كيدير هذاك الشيء كاع. هو مرتك اصلا هي ملابسه الحجاب وباقي انت اصلا كتخرجي بالخمار. انا اصلا دايره النقاب وبخماري كلشي واسع وباقي كيشوف جنابك واش كراه شي يفصل شي حاجه غريبه. ما فهمتش يحفر ويخشيك تما سد عليك في القرعه ولا شي حاجه. منعني لا العراسات على شي حاجه. لا كانت شي وليمه مثلا ولا شي اسبوع ولا شي حاجه ما نمشيش. واخا العيالات هادشي كله ممكن يكون مشاكل عاديه ممكن تجريوها انت وياه. ولكن المرض النفسي امتى قلتي هذا الراجل راه مريض في نفسه، هذا راه نفسيا راه مسطي، راه شي حاجه هذا عنده. انه مثلا فين كيجيب لي الماكله مثلا يجيب لي السكر ولا اتاي تيكتب لي فوقه جابو النهار اللي جابو دار معاك الورقه والستيلو. الورقه والستيلو. مثلا جبت لك مطيشه، جبت لك الفلفله، جبت لك هذا كيكتب فوقها جابو. هذوك ما خصهمش يتكالوا. من النهار الاول كيتحسن معك ولا حتى شويه لا مع الوقت؟ حتى وليت انا مثلا فين دخلت مع اختو قلت لها مالكم وهذه وخصكم زعما نتوما الخوت والاخوه داك الشيء. حتى قالت لي راه شنو المشاكل فيه هو. وفين قلت ليه علاش واش بصح عاد ولا السم كيتسم. علاش قال لك نبشتي وهذه ولا سيتي تسمم ولا ما فهمتش كاع. الراجل خدام عنده صحابو. هو في الاول كان كيخدم كيبيع ويشري. صافي من بعد فين تزوجني ولا جا حدا دارهم ولا تيبيع ويشري. شويه خطوه يجي عندي باش يقابلني يشوفني. كل شويه تيدق عليا دابا شطنتيه دابا. ولا فيه الوسواس. شويه قال لك انا مالي على حالتي
الكروسه كيجريو علينا تندير انا نجلس في الدار تيسهل لا صافي. جالس ليا في يجلس يقابلك. يجلس يقابلك. قابلني ولات هرسات شي حاجه هرستي هذيك الخطيه. ما في زعما انه يبر بمو ما كاينش البر لا والو ما كاينش البر بالام. والو المشكل تام وكلشي تام بحال زايدها هكا في الدرسه. خواتاتو خلاص كلشي كيخلط كلشي تيخلط. تدعاو داكور. البوليس مدعاتو وداخداو الالتزام باش ما يبقاش درتو معاه المخزن، ولكن علاش ما درتوش معاه حل علاجي؟ درنا فلان. قلت لي سير الطبيب تعالج وهادي وداك الشيء تقول لك انا حماق واش تحمقوني وانتم باغي تمرضوني. اذا ما عمر المريض ما تيقول انا مريض. ما عمروش. واخا زينب بغا نمشي نشوف واحد التجربه خاصه ديال امينه. انت باقا ما مجوجاش مازال ما مشروع زوجها ان شاء الله مشروع ولكن انت هادشي تيعاودوا عليه العيالات انت عشتي مع اب وام تقريبا عاشوا نفس هذا الجحيم هذا وكثر عاد وكفس كاع ماشي تا كثر انا ملي وكفس. تخلقت ما عمرني شفت شي حاجه زوينه في حياتي. الام هي اللي كانت تخدم علينا وتتمحن علينا فهمت، هي اللي كان عليها كل شيء. ما تتخلي تخدم في المقاهي في الفنادق ما تتخدم علينا. والاب فين هو؟ الاب انا منين حليت عيني تيعاملنا بقسوه بالقهره بالجوع فهمت. ما عمرني ما حلمت شنو هي الابوه. خويا تشرد عايش معكم في نفس الدار. نفس الدار وكانت ماما بهاد القهره تتهرب وتخلينا ويجيب البنات. القهره شنو هي زعما؟ واش تيضربنا واش ولا الجوع عصا وتيكوينا وخلينا بالجوع. كوي ويجوع. خويا كبير تشرد على قبل كان تيعلق وتيجيب الفساد قدامنا عرفتي تيصيفطنا كيجيب العيالات تشرد للدار 10 سنين قدامكم تشوفوا هادشي. قدامنا ومسكين خرج الام باقا حيه خرج ودابا راه عنده 23 ولا 22 من 10 سنين حتى لدابا ودابا مسكين تا هو مكرفص وما عرفناش فين كاين. وعندي اخ صغير ضاع من القرايه. عافاك علاش كيجوا بحال دابا نقولوا الراجل بينه وبين المراه شي مشكل بيناتهم تيدقوا هي وراجلها انت علاش غادي تكواي علاش غتجوعي علاش غيعلق خوك علاش شنو المشكل بالضبط؟ هو مريض بحال مرض النفسي ماشي انا اول عنده بنت اخرى فهمتي ماشي من الام ديالي. بنت لها منين كانت في عمرها 4 سنين حتى هي ماماها ماتت نفس هذا الشيء وسمح في ماماها وما دار لا عزا لا والو ولا حربوا الناس وزوجوها وصلوها مرتبه زوينه نفس وعاوتاني هو حياته تيتزوج ويطلق ويعذب. شنو هذاك؟ غير ديك يعذب اللي سويه صعيبه ما جوج وطلق دبر راسو. ولكن تيعذبكم لا. هاد الاب ما عمرني شفت شي حاجه زوينه منه. منين تخلقت ما عمرني ما قال لي بنتي ولا حسني ولا شرالي ولا ديما الضرب تيجيب البنات ولا ما بغيتش ندير شي حاجه خايبه كيتحشش كيتقرقب كيسكر شي حاجه تيسكر وتيكمي ولكن تيجيب البنات قدامنا ما تيحشمش منا قدام ولادو قدامنا وتياكل قدامنا وتيصيفطنا في النصاص اللي جيبي الكار وجيبي ما كيخاف عليا وانا بنت الله تنقرا في السادس وكتقراي. كنتي هادشي كله كنتي كتقراي؟ تنقرا. دابا بقات فيا قرايتي ضاعت منها بسبب حيت ما عندناش فين نسكنوا. بغيت نتجمع مع خوتي هذا هو الهدف ديالي. انا ما بغيت والو من هذه الحياه. بغيت نتجمع مع خوتي. امك ماتت حتى واحد الوقيته ماتت الام. ماتت كيفاش ماتت امك؟ مات الام بسبب الاب لان ام كانت مريضه بالسكر والعصب. بهذا السبب العنف هذا الشيء مشات تشوف جدي كان مريض. هي مشات مسكينه في الرجوع ديالها طاحت في الكار طاحت في الطونس. داوها لمدينه الازرق كنا عايشين تما تخلقنا تما. داوها للسبيطار قال لها راهم ارتفع على السكر بزاف. صافي مسكينه داروا لها التيويات بقات مريضه بزاف. منين دوزات شهرين ولا تشوي جابوها لسيدي سليمان جابها للدار بخير ولا ثانيه. جات جداتي رجعت لداركم؟ رجعت لدارنا. جات جداتي منين جات جداتي جات عند ماما النيت. المهم رجعت ماما ولات بخير جداتي خلاتها بخير على خير مشات رجعت بحالتها جده. صيفطني نجيب له شي حاجه جيت لقيتو تيعطيها بالعصا وهي حامله ماتت حامله وحامله تيعفس عليها تيعطيها شي ضرب. صافي بقيت تنشوف كانش واعي تنبكي عاقله على هذا المنظر. عاقله كان واعي لا واعي هذا ما واعيش هذا اللي بيضرب مرا حمراء ما عرفت واش شارب هذا ما واعيش هذا واخا يكون ساحره ما واعيش مع الله. حيت ماشي اول ماما اللي ماتت مره اخرى فهمتي. قتلها خلاها هي مرضات وخلاها في السبيطار ما دار لا عزا لا والو. ماست واخا امينه مازال نرجعوا هاري معاك القصه ديالك كذا خليناها قبيله. الشك الوسواس المصايب ديال الدنيا كلها مجموعه. علاش ما مشيتيش في حالك؟ علاش ما قطعتيش هذه العلاقه نهائيا؟ كنحلم انا ما عمر كنحلم نمشي بحالي ما عمر كنمشي ندخل معاه المخزن. ايوا المقده كاينه في الدار وما كتحلميش تحلمي بالقتيله. حتى الوالدين كيجيو ما كنبين ليهمش بان هو راني مقهوره. شنو صابره ولا كيفاش؟ ما فهمتش
بحال خاصك بالجا. تعرفي شنو زعما كان. لا داك الشيء بحال الا كانت داك الشيء عندهم داك الشيء ديال التعويض. اذا وليتي تترجعي للتعويض هكذاك. اذا انت ما قادراش تبدلي الواقع ديالك، اذا كاينه الشعوذه ساحري لك باش تبقاي قابله عليه هكاك. ايوا صافي فاش غنولي شويه نفيق في 93. شحال دوزتي باش فقتي؟ من 75 حتى 93. شي 20 عام ولا اكثر وقتها عاد فقتي. 22 يمكن ولا 23. وكان شي جيران ديالنا تما ناض سميتو واحد البنت عندها 15 عام لقى معاها. شنو هي 15 عام؟ البنت وهو عنده 54 عام. ويلي كي دار لها؟ ولا كاين من والديها باها وامها. الفلوس باها وامها قال لها غدير لينا البنت للخارج. قول غير جواج ديال الخارج. المهم غير هو يلا تشدوه صافي خرج عقله. هو خارج عقله زاد خرج دوز معاها من 93 94 95. ناض واحد الليله دخل عليا وجا منهم ما نعرفاش داك الشيء، هو ضربني للعين، دخل لي الضفر في العين. كاين شي سبب؟ لا دابا جا هو داير بحال الحاله ديالو جات ليه ديك العجاجه بحال العجاجه نيت هكاك. بحال العجاجه ماشي. هو مع المراه الاخرى كان بخير وناشط ومزيان، ماشي ما مجوش بها غير كيتمشى معاها ما دار معاهاش القانون هكذاك. لا ايوا من فين كاع سميتو وضربني العين. مشينا للطبيب نهار ضربني بليله الخميس صباحات الجمعه مشينا للجود للطبيب. قال لي اش هاد الضربه؟ قال له غير قصتها. قال له ما يمكنش، هذه راه ضربه صحيحه، هذه راه العوينه هذه. عطاك شهاده طبيه مشيتي للمخزن؟ ما مشيتش. علاش؟ انا جيت لك الهضره، ما مشيتش للمخزن. ملي سمعت الطبيب زير عليه هكاك قال له هذه راه عرفتي الا مشات للمحكمه هذه معلوم. وشنو صبحات الجمعه داني الطبيب، السبت ناض في الفجر هز الصاك ومشى لفرنسا هرب. رجعت انا قال لي رجعي عندي غدا ديال السبت. رجعت انا بوحدي للطبيب دوز لي واحد لاباري قال لي الشبكه ديالك مقطعه دابا ما تهزيش حتى الكاس ما تهزيش وما تنعسيش على الوساده حتى الاثنين. عمر لي البرا صيفطني للرباط هنا. اذا هذا هو النتيجه ديال الصبر. هذه هي النتيجه. صيفطني لهذا الدكتور كاين هنا في الرباط. جا معايا جبت معايا خويا دار لي خيط لي العين، مشيت درت النظاظر. المهم بدا كيصيفط في تليفونات وصيفط. اش كيحزر ولا شنو؟ خايف دابا ملي دار فيه الطبيب هكاك قال لي شوفي عمر لي الشهاده الطبيه. قال لي اذا فاش ولاتي حزرتي فاش مشى لفرنسا ولا كيحزرك تيدير لك بخاطرك ما باش بقاش كما كان ولا لا صافي ولا وقف ملي تيساوي معاك دار معاه الطبيب هكاك. واخا نرجعوا لعطيك السر الموضوع ديالنا. هو دابا اكتشفتي وعارفه 20 عام 30 عام 40 عام ان الراجل مريض، ما طلقتيش منه؟ لا باقا معاه لدابا. دابا ولكن من شهر 10 خرج الدار، خرجني من الدار بلا ماكله بلا شريب بلا غير اختي. خرجني داكشي اللي كنتي غتخرجي ديال 20 عام خرجتي دابا. ما خرجت. كنتي غتخرجي عندك 20 عام دابا خرجتي عندك 56 عام. لا انا صابره على بنتي، ما بغيتش نديها البنت مفشه وداك الشيء. عندي بنت وحده ما بغيتش نمشي ندور بها. ما كانش هي بحال امينه كيتكرفس عليها تيضربها كيعذبها؟ لا ديك الساعه لا كيتكرفس عليا انا ما نكذبش. كاين المريض يقتنع، خاصنا نقتنعوا بعدا حنا كعائله ونديوه بالقوه. نعم هذا الشيء اللي كاين. واخا نمشيو عند زينب. اذا نهضروا على دوك السلوكات اللي جاتك انت غريبه، انت هادشي ما عشتيش فيه في داركم. الراجل يجيب اتاي ويكتب امتى جا وامتى خصو يتقاد، هادشي ما كانش في داركم؟ ما كانش. حنا الحمد لله مولي رباتنا وضربات الثمن وما عندناش هادشي. جاك غريب هادشي؟ كانت كلشي الحريه وهادي. جيت انا قلت زعما الراجل زعما يكون موفر حسن. صح لقيت انا هادشي عجب. وراه عرفتي لما فين كندير المندوش كيبقى يحسب لي ديك البوطه شحال شاعله وشحال غندوش وشحال هادي. انت ما عندك كبده عليه وكتخسري ولقاك باللي ماشي شغلك فيه زعما حيت انت ما كتخدميش فيها، حيت كاين هاد العيالات مبدرات كاينين. لا واخا بالعكس انا كيديروا السم للراجل يقليو بالزيوتات ويكفحوا. كاين هاد النوع العيال كيصرفوا فهمتي. لا والله بالعكس ما انا اصلا فيا داك الاقتصاد. ما يمكنش انا نخلي الماء كيدير هو اللعب كيشوف كيبقى يسمع هذيك البوطه كدير كيبقى يضرب ليها في راسو. كيقول غير فوقاش نطفيها. كيحسب لك شحال الماء باش تعوم شحال مره عمتي شحال مره عمتي وشحال هذه وشحال هذه وكلشي بالحساب. وهادشي شنو نسميوه حنا؟ مريض ولا تيقتصد ولا مسكين ما عندوش الفلوس راه ما خدامش ولا شنو؟ الدراع والمرض اللي في راسو هو اللي ما خلاش. المرض اللي في راسو واخا وحيت راجلك عنده المرض اللي في راسو وحيت راجلك نهار الاول قبلتي به وعجبك وبغيتي. لا انا ما قبلتش به. انا ما مشيتي سولتي على راسك وراه حيت انا شفت في العلاقه الزوجيه. انا في الاول قلت راه ما يمكنش شي واحد يكون هكا، شي واحد ملتزم وهذا ما يمكنش. علاش مالو ملتزم ما يمرضش؟
ماشي قلت زعما انت ما تمرضيش، انت دايره الخمار ما دام ما تيعنيش انك تمرضي. ولكن زعما بحالي انا دابا مثلا فين جات مو عندنا اول مره قالت لك مزيان والله عمرها دار ويتيم، وقالت لك احسن زعما وصل في وقتها وهادي ومرضي مزيان. ساعه فين مشيت للدار هي كتسخط عليه، قالت لك انا جبتك باش تلهبك هاكا باش انا نرتاح. وقال لي ها تا اذا انا هذه خديتها شهاده اعتراف ديالها ديال الولد راه ماشي هو هذاك. وتا هو قال لي ها وتا انا عطيتك 10,000 ريال باش انت مشيتي خطبتي، بقى هو وياك يدابزوا. قلت لهم اذا دابا انت عاد اكتشفي بلي كنتي بيعه وشريه. بيعه وشريه. قلت لي ها هي دابا انت عطاك فلوس باش جيتي وانت باش تهنا، ودابا انا درتيني الوسط. وتا انا قلت لها بصراحه ما نسمحش لك لان كي دابا ضيعتيني، خداني باقا في المدرسه وهذه وضيعتي لي دابا انني دابا انا غارقه مع بالبنيته ديالي وما دارها لي لا في الحمدانيه لا حتى شي حاجه، وبنتي دابا عندها 3 سنين. ايوا تعرف الله وتعرف بنته. قلت له ديرها لي في الحمدانيه، تيقول لك هذيك الحمدانيه هي اللي ما تكونش. علاش؟ اش كيختار له بال تيقول لك لا درت لك الحمدانيه غتمشي تدعيني وتبقاي تاخذي النفقه. اذا ماشي تيشك في البنت ولا النسب ديال البنت لا ماشي النسب، غير المخزن. الفلوس والمخزن غترفحي على ظهري وغتاخذي الفلوس. ما فهمتش داك الشيء ديالو. واخا انت قدام هادشي شنو درتي؟ باقا انا بصراحه ساليتي؟ لا انا عييت صافي وليت درتي؟ كنطيح بالاعصاب، حتى ولاد والديا كيداوني للسبيطار وكيدقوا لي ديك الابره باش عاد تنتوقد. صافي بقيت داك الشيء السم والكذوب والتنافق تيحط عليك الباطل وكيمشي عند الناس يقول لهم فاعله تاركه لقيتها دايره لقيتها هذه كاع الكذوب اللي ما عمرني سمعتهم كيدير. وكيشري سلوكه ويمشي مثلا عند خوالي ويقول لهم راه زينب راه دايره راه فاعله شي تنامي. صافي واخا درتي انت هادشي كله هذا مجوج ما حتى حاجه. هذا صافي واحد جحيم هذا. واحد المره صافي نط ليه قلت ليه ندمت انا نهار الاول تشتبوا الحياه وانت ما كاين لا دين لا اخوان لا والو. قلت ليه شوهتو صوره الاسلام بهذا الفعال ديالك. صافي وشدني بقى كيضربني وضربني هنا في الحمي وزرقي وضرب بنتي في النيفه حتى هي مسكينه. درت هي بقات كتغوتي كتخاف منه بعدا كتشوفو كتخاف منه. صافي وزيت بنتي ومشيت لدارنا من تماك دابا راه عام هادي وانا في دارنا. ما شنو غضبانه ومطلقه شنو؟ ما غضبانه ما مطلقه لا والو. هو قال لك انا ما نطلقكش. قال لك اللي في طولك جريه. قال لك لا الحمدانيه نديرها لبنتك وبقيت تما هكاك معلقه. ودابا انا جالسه عند والديا مسكينه الوالده الله يخليها لي هي اللي كتقابلها لي وهادي. لا خرجت مثلا معنا كنخيط لا خرجت كنخيط مثلا هنا كيبدا يتلاقى ليا في الطريق عاوتاني في الشارعات في الزناقي. حيت ماشي حل انك تغدوي في داركم عام، الحل هو انني اما تنتفاهم. مشيت انا دعيته على انه الضرب داك الضرب بعدا اللي ضربني في جيت عند والده دعيته وما داروا معاه حتى شي حل. ومشيت عاوتاني دعيته في النفقه وقالوا لي ما يمكنليش ديري النفقه حتى ديري معلوم الحمدانيه البنت يقدر يهزك ويحطك يقول لك واش درتي كاع. ودرت كل شيء دابا باقي الان انا ما لقيتش شي حل. حيت لا رجعت معاه شي نهار ضروري غيوقع شي حاجه يدير فيا شي مصيبه الصراحه. حيت هو ماشي طبيعي راه كيبقى ماشي طبيعي وهذا المشكل. كيحيد حوايجو وتيبدا يهز في الماعن وما كل انا ما كنتخبى في حاجه في الطواليت اللي كنتخبى وتيبدا يدق عليا خرجي الفعله يا التركه الكلام اللي ما تيقولهم ليا. واخا زين ديال بنت مدمره نفسيا انت مريضه شنو واش مشيتي شي طبيب شي اخصائي؟ كانوا جابوا لي طبيبه نفسانيه. دزت في الصدمه ديال الموت ديال امك. وتنخاف غير بوحدي بالخوف ديال العصا والقهر. تنتفتف في الهضره ما تنعرف تنخاف. ما عارفاش نعيش في الدنيا ما عارفاش حيت كنت في الخاريه. ما كتاخذيش شي دواء ما كتاخذي والو؟ لا ما كانوا تيجيبوا لي طبيبه نفسانيه ما عاد وليت شويه شهرين و10 ايام وانا مريضه. بسبب لحقاش اني ما عرفتش اني والله تلفت والله. دابا حاليا فين كنتي؟ فين تتعيشي يعني من تسكني؟ منين تقتلت ماما قدامي ضربها. قتلات ولا ماتت ولا لا فاش عفست عليها هرسلات الضلعه دخلت في الكبده. بقات تتقيا الدم تنشوف ماما تتقيا الدم انا صغيره قال لي لا غوتها غنزيدك عليها. المهم صافي تنشوف ماما تنقول صافي غتمشي لي ماما غنضيعو. فعلا انا ضعت ما لقيتش اللي يرحمني ما لقيتش فهمتي ما بغيتش. فينك دابا انت فين كاينه دابا انت؟ جلست عند واحد الناس. وهاد الناس كيجيوك وهاد الناس لا ما تيجوني ما والو. هاد الناس حيت ماما فاش كتنعسى في الطبيب. المهم انا غادي نكمل لك فاش ضربها قتلها الغد لي بغيت نخرج كان مسقط الباب بغيت لي نعيط لشي وحده في الجاره تعيط لجداتي ولا شي حاجه. كان مسقط الباب حتى الغد لي قال لي سير جيبي لي الكارو فرحت. مشيت عند واحد المراه فرحت ملي قال لي سير جيب. طلقتي من الحبس.
حتى لواحد المراه قلت لها شنو ماما ما تتكلمش، صافي قطعات الوعي. ما تتكلمش صافي. انا عارفه راسي غنضيع الا مشات للام ديالي غنضيع. وهي مشات وانت ضعتي. وانا ضعت فعلا. شوف ضعت من قرايتي. عافاك امينه، بزاف د الحاجات ضعتي. انت ضعتي من غير القرايه ومن غير الخدمه ومن غير هادشي، ضعتي من الداخل، تهرس فيك كل شيء لداخل. كلشي منين دابا انت خليتي عيني في الدنيا. انت نهار يجيب الله شي ولد الناس وتبغي تزوجي به، غتعاودي ليه هذا الجحيم، هذا الفيلم السينمائي اللي عشتي غتعاوديه ليه ولا غتخبيه عليه؟ غتقولي ليه انا راه ميت شفتها قدام عيني كتقتل؟ غتقولي ليه انا با كان تيكويني وكان تيجوعني وكان تيجيب العيالات للدار وكنشوفوهم بعينينا؟ غتقولي ليه باللي انا كان تيدير تيفعل؟ غتقولي هذا الشيء ولا غتمحي هذا الماضي وتبداي معاه؟ انا الصراحه انا باغي ندير مستقبلي. فهمتي؟ انا ما تنفكر لا في الزواج. انا باقا صغيره، عندي 18 سنه. لا ما كنهضرش على دابا، انا كنهضر على مستقبلك من 4 سنين 5 سنين. اكيد غادي تزوجي ولا ما عرفتش انا. نعم، هاد الفكره اللي بغات. مرحبا بك. الله يبارك فيك. اليوم انت بالنسبه لنا حاله ايجابيه. الا كانوا هاد العيالات كيتشكاو من رجالهم، نعم، انت مراتك كان عندها نفس المرض، عندها مرض نفسي، ولكن ما جيتيش اليوم تشكي بها، ولكن جيتي مصر انك توقف مع مراتك وتعالجها حتى تولي لاباس عليها. بدايه قول لي المرض اللي عند مراتك، شنو المشكل اللي عندها؟ بكل صراحه انا ماشي مؤهل باش نقول لك مرض، ولكن متيقن بان عندها واحد المرض نفساني. ايه. لان بعد 24 سنه ديال الزواج ايه كنا بخير، حنا بحال الناس، ولقيتها في جنبي. كانوا شي ظروف ما ننساش خيرها. لقيتها في جنبي. وقعوا مشاكل، لقيتها في جنبي. مزيان. وهذه شهاده حق. ايوا كل يجبدوا فعلو. اييه بصح. وهذا عندكم شي وليدات؟ اييه مزيان. ولكن من بعد 24 سنه ديال الزواج بداو شي ملامح. يعني مثلا شباب؟ مثلا خصوم مع افراد العائله، معايا انا. المهم كتخاصم. اذا المراه تبدلت عليك، ماشي هي المراه اللي عشتي معها 24 عام. تماما. مزيان. ماشي بالنسبه لي انا، ماشي غير معايا انا، مع الوسط، معاك، مع ولادك، مع العائله، مع كل شيء. واخا منين حسيتي بالمراه ديالك السي مراد بدات كتبان عليها شي ملامح ديال شي شكل، طرحتي السؤال مال هاد المراه؟ واش ما ديتيش المراه؟ لان في البدايه قلتي انت غير مؤهل باش تقول لي شنو عندها، ولكن كاين الطبيب الحمد لله، الطب النفسي تطور، الاطباء اللي مؤهلين انهم يقول لك شنو المشكل. واش عرضتي مراتك على شي اخصائي ولا لا؟ انا هاد المشكل بعدا سبب لي في مشكل. انا في الاول السكري، ضغط الدم، الشرايين والقلب. ومشيت عند الطبيب، هو اللي عرف المشكل. عطاني دواء تريتمون تبعو الى يومين هذا. وصلنا لواحد النتيجه. هي كترفض العلاج. كترفض العلاج. الى واحد 2009 قلت لها فلانه نمشي انا وياك عند واحد اختصاصي، تمشي عنده، نمشي معاك. قالت لي واش انا حمقى؟ هكاك. يعني كاين شي حد كيقول لها انت حمقى؟ ياك ما كتقولها راكي تسطيتي حماقتي؟ لا ربما. المهم الجواب ديالها. ومن بعد دخلوا ملي المشكل شويه ولا شويه عاوز، دخلوا شي افراد في العائله طيبين. مزيان. يجمعونا وتراجعتوا. قالوا لا شوف يا فلان، هذا السيد ما داير لا بيدو لا برجلو، انت اللي دايره المشكل. اذا كاين شي مشكل واخا ما نهضروش عليه. يقين. واخا ما نهضروش، لا كاين شي مشكل بينك وبينها. انا ما عنديش مشكل بيني وبينها. ولكن انت ما عندكش مشكل، ولكن هي اكيد عندها شي حاجه في حياتها. عندها شي حاجه اللي واقعه. انا ماشي مؤهل باش تعرف شنو كاين، باش عندها. ولكن هي ما كملتش على المسيره معك، هربات ولا غضبات ولا شدات؟ في 2012 مشات عند امها، وبقاو البنات معايا. مع التعزلات بوحدها، ربما الوسط ديالهم العائله وداك الشيء، ضغطات على البنات، جراتهم. كانوا عندي في الدار.
دات بناتها عندها. تعزلات بوحدها. طريقه كيفاش دارت انت اللي لقيتها باش مشات السي مراد ما حاولتيش انك، لان راك عارف المراه مريضه، ما حاولتيش تتبعها توقف معاها تعالجها تشاور مع الناس تدخل؟ انا عييتي. انا اقسم لك بالله الغرض ديالي ماشي باش نهرس واحد الحياه. معلوم. بنيتها واحد معلوم. مده ومعايا هذيك السيده وقع مشكل غنفرط فيها. كاينين الناس اقترحوا عليا شي افكار بالنسبه لي انا شيطانيه. بالنسبه لي انا ما كانش هو الغرض ديالي. انا عييت. اذا انت مستعد توقف مع مراتك واخا ولات في شي شكل، واخا عندها مشاكل، جميع انت مستعد توقف معها ماديا ومعنويا؟ انا جميع. نعم، واخا الدعم ديال اسره الناس. امينه تنشكرك. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه القصص